وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. في باب الاستعانة وليس باب العبادة. الآية القرآنية واضحة جدا: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولكي يحصل لك الكونكت هي ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما يبقى ذكر الله هو كل حياتك، ما لم تتخلله الأشياء الضعيفة سقطت عنك كل شيء. أما الحج عصام، هكذا تعمل قناة مجتمع على إسقاط الصلاة بكل سهولة. الأول يوسف أبو عواد يقول إن الصلاة مجرد طقوس الهدف منها الاستعانة وليست هي العبادة، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. والثاني اللي هو العديقاري هذا يقول إن حياتك لابد أن تكون كلها صلة بالله. إذا كانت حياتك كلها صلة بالله فلا داعي للصلاة ولا تلزمك الصلاة في شيء. اسمع هذا الكلام العجيب الغريب، وتعالوا نسمع بقية الكلام. المصطلح نوعا ما فيه اختلاف. الكافر ليس معناه الذي لم يتبع الرسالة أو يتبع الشريعة الخاتمة، لا، أنا كيف أدعو الله؟ أنا أدعو سنن الله. يمكن أن تسمي فرقة حاليا ما تسمى بفرقة إسلامية أن تسمى هي أيضا ملة يهودية، أو تدخل ضمن هذا التوصيف السلوكي لهذه الملة. فمن حقق شرط الإيمان وعمل صالحا، يعني أكد هذا بالعمل الصالح بغض النظر عما سمى نفسه أو ما انتمى إليه أو من آمن به من الرسل أو حتى من خرج عن أفكار الرسل أو حتى من خرج عن أفكار الرسل أو حتى من خرج. كما رأينا قناة مجتمع يوسف أبو عواد والراجل اللي هو باسم ولا ما أدري إيش اللي معاه يكفرون المسلمين ويحكمون بالإسلام لليهود والنصارى وغيرهم. المسلمون الذين يتصفون بصفة اليهود، لأن معنى كلمة يهود وهادوا يعني تقوقعوا على أنفسهم، هكذا فسروها. فالمسلمون الفرقة اللي هي تتقوقع على أفكارها وتتمسك بالسلف وبالتراث كما يقولون، هؤلاء كفار، هؤلاء يهود. لكن المسلمون كل من أسلم لله لا يلزم أن يتبع الرسول حتى لو كانوا مخالفين للرسل، كما يقول هذا اللي اسمه يوسف أبو عواد، هذا لا عوده الله بالخير. وتعالوا نسمع ماذا يقول الملحد أدونيس الذي يمثل واجهة منصة مجتمع. ستعجب مما يقول. ما قبل الإسلام أعظم بكثير من الإسلام، بكثير، ما في نسبة. يعني الإسلام أفسد الشعب، لأنه إذا لم تتصارع مع الله مع من تتصارع؟ رددت في حلقة سابقة على قول أدونيس إن الإسلام قد أفسد الشعر، وهذا الكلام في صميم تخصصي كأستاذ للبلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن. رددت على هذا الكلام، فراجعوا الحلقة، وأوردت يعني نماذج من شعره الذي يفتخر به ويرى أن هذا هو الشعر العظيم، والشعر الذي ينبغي أن يكون شعرا وليس ما جاء به الإسلام من شعر الخلق والنبل والغايات العالية. المهم تعالوا، يعني من هو أدونيس هذا؟ يعني يمكنك أن تعرف في الحلقة أيضا شخصية أدونيس، عرفت بها وذكرتها، وهو يعني من شعراء الحداثة الداعين إلى الإلحاد والكفر، والكفر بالمطلق والكفر بالإله والكفر بالآخرة والغيبيات وكذا وكذا، والصراع مع الآلهة، ولا يؤمن إلا بوجود الإنسان إلى آخره. طيب دعنا من هذا. لكن البعض يقدم أدونيس على أنه هو يعني أحد أعضاء أو أحد مؤسسي منصة مجتمع. لكن أنا بحثت فقالوا إنه يعني إن هذا ليس بصحيح أو يتبرؤون منه، لكن قالوا إنه يعني واجهة لهذه المنصة وتم استضافته بها عدة مرات، فلذا يعني أظهروه على أنه مؤسس هذه المنصة. على كل فيهمون أنه واجهة لهذه المنصة، وأنه أحد ضيوفها وأحد من يبثون سمومهم في هذه القناة المشبوهة، القناة الداعية للإلحاد وإلى هدم ثوابت الدين. تعالوا نشاهد هذا التقرير من الشات جي بي تي. يذكر البعض أن أدونيس هو أحد أمناء قناة مجتمع، لكن المعلومات المذكورة هنا في الشات جي بي تي يقولون
إن قناة مجتمع أو منصة مجتمع مشروع إعلامي فكري حديث يركز على الطرح التنويري والحداثي، وقد شارك الشاعر أدونيس كضيف في المنصة في إطار مشروعه الفكري حول الحداثة والعلمانية، مما أدى إلى تداول اسمه بين رواد المنصات كأحد أبرز الشخصيات الفكرية التي تتبنى وتطرح أفكار الحداثة خارج سياق المرجعيات الدينية المطلقة. يعني أدونيس أحد أدوات قناة مجتمع في المشروع الفكري الحداثي العلماني لضرب الثوابت الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. هذه بعض مقاطع قليلة جدا من ضرب الثوابت الذي تمارسه قناة ومنصة مجتمع. هذه المنصة التي يشترك فيها أو يساهم في بث السموم فيها كبار العلمانيين والحداثيين الذين يلحدون ويكفرون بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، أمثال أدونيس الذي يعني يقول إذا لم تصارع الإله فمن تصارع. سنأتي لكم بكلامي هنا. وأدونيس هو أحد الواجهة التي ظهرت في منصة مجتمع وفي قناة مجتمع، حتى عده البعض من المؤسسين أو من مجلس أمناء القناة، وإن كان يعني المعلومات لا تؤكد ذلك، لكن المؤكد أنه يعني أحد يعني واجهة هذه القناة. هناك أيضا يوسف أبو عواد، هناك العديقيري، هناك ما أدري فلان وعلان، كثيرون هؤلاء الذين يأتون يفسدوا المعاني القرآن ويحرفونها بحجة اللسانيات، أنهم يتبعون المنهج اللساني، يقصدون بذلك أنه يأخذ الكلمة فيحملها. الكلمة يكون لها معاني كثيرة، فهو يبحث في المعنى الذي يوافق هواه والذي يوافق ما يسمونه المدنية الحديثة أو الأهواء المريضة أو الانحرافات الحديثة، ويحملون الآية على أسوأ معنى. يعني مثلا ستجد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يحمل كلمة اقطعوا على المنع وليس على البتر، ويخالف السنة ويخالف بقية الآية نفسها اللي هي جزاء بما كسب نكالا من الله. أين النكال في منعه؟ أين العقوبة؟ هو لم يعاقب. مثلا يوسف أبو عواد يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول الصلاة هذه ليست مجرد طقوس وليست هي العبادة، وإنما قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. أنت تستعين بها على أداء أمورك وعلى الوصول لحاجاتك، ولكن ليست هي العبادة. وكذلك يقول كل أتباع محمد شحرور مثل عادل عصمت وغيره. تعالوا نشاهد بعض هذه المقاطع. تجد أيضا أنهم يصفون المسلمين، يعني كل فرقة من المسلمين فعلت كذا فيقولون إنها هذه ينطبق عليها أنها يهودية. الفرقة الإسلامية هذه يقولون هذه يهودية لأنهم من الذين هادوا، ويفسرون الذين هادوا الذين تقوقعوا على أفكارهم، فمن المسلمين يهود. بينما اليهود والنصارى وكذا هؤلاء مسلمون، لأن عندهم جميع الناس مسلمون لأنهم أسلموا لله. هكذا علمهم شحرور، واستنبط من قوله تعالى من يسلم وجهه لله، استنبط من قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. معروف إن الآية أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإسلام الإجباري، الخضوع، أنه منقاد لأمر الله عز وجل في مرضه وشفائه ونومه واستيقاظه وحياته وموته، كل شيء غصب عنه، فكيف يؤجر عليه وكيف يكون مسلما بهذا مقبول الإسلام عند الله عز وجل. تعالوا يعني نشاهد بعض هذه المقاطع غير المقاطع التي رأيناها، ويعني أترك لكم الحكم على هذه المؤسسة الفاسدة، وأكشف لكم كذلك عن شخصية أدونيس، أحد يعني الأمناء كما يقال، أو أحد واجهة هذه القناة. تعالوا نشاهد.
رددت بحمد الله تعالى على كثير من ضيوف مؤسسة مجتمع، منصة مجتمع أو قناة مجتمع، عادل عصمت، يوسف أبو عواد، العديقاري، غيره محمد هداية. راجعوا هذه الحلقات بالبحث عن أسماء هذه الأشخاص، تجد ردودي عليهم منشورة على هذه القناة. وقل رب زدني علما وقل رب زدني